السلام عليكم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. في الفيديو ده هنكمل سلسلة الديزاين سيستم بتاعنا. هيكون ده آخر جزء في السلسلة، وهنتكلم عن الباترن لايبراري. نعرف مع بعض ايه هي الباترن لايبراري وبتتكون من ايه. برضه هنشوف مع بعض ازاي ممكن ننفذها في الديزاين سيستم اللي احنا بنشتغل عليه. الباترن لايبراري يعني التعريف بسيط كده انا جبته لكم، اللي هو ممكن نقول ان هي مجموعة من الكومبوننتس البري ميد اللي احنا اوريدي عملناها في الديزاين سيستم بتاعنا، بنستخدمها بطريقة معينة وبجايد لاينز معينة علشان نوصل لحاجة شبه تمبلتس كده. بنقعد نستخدمها بتكرار. هي باترن علشان هي حاجات بتتكرر على مدار الوقت او على مدار البروجكت اللي احنا شغالين عليه في سيناريوهات مختلفة، ولكن بنغير فيها تغييرات بسيطة بحيث ان احنا ما نقعدش نغير في الديزاين بتاعها كل ما نيجي نعملها في سيناريو معين مختلف عن التاني. بنغير بس مجرد المحتوى البسيط اللي بيبقى جواها، بحيث ان كل حاجة تبقى متناسقة وواخدة شكل كونسيستنت على مدار البروجكت كله. او طبعا لو في برضو برودكت مختلف عن اللي احنا شغالين عليه، يعني لو شركة ليها اكتر من برودكت، ممكن نستخدم الباترنز نفسها ولكن مع بعض التغييرات البسيطة، بحيث ان هي تدي نفس احساس الديزاين بتاع الشركة اللي بتقون البرودكتس المختلفة دي. زي ما احنا شايفين قدامنا في التعريف مجموعة من الكومبوننتس اللي احنا بنستخدمها في بعض السيناريوهات المختلفة اللي بيبقى ليها جايد لاينز related للbehavior بتاعها والاكسسبيليتي، وبرضه بعض الحاجات اللي ليها علاقة بالسبيسنج، لان السبيسنج ساعات بيبقى له علاقة بالاكسسبيليتي وهنعرف مع بعض ازاي. وطبعا كل ده علشان ensure ان في consistency along the project ويبقى في satisfying user experience ده بالنسبة لليوزر، وده طبعا بيبقى هدفنا من اي project احنا بنشتغل عليه. طيب امثله للباترن لايبرري، طبعا احنا قلنا الامثله في اول جزء خالص اول ما ابتدينا السلسله. يعني من الأمثلة اللي ممكن نعتبرها من الباترن لايبراري الفورمز، التوست مسجز، النافيجيشن والكاردز. نافيجيشن دي اللي هي يعني الهيدرز او اي نافيجيشن بار، والكاردز والباجينيشن. دي حاجات احنا بنستخدمها بتكرار طول البروجكت. يعني مثلا لو الهيدر احنا بنستخدم الهيدر على طول السكرينز اللي احنا بنعملها بنحط نفس الهيدر، ولكن ممكن مثلا في تغييرات بسيطة جدا على حسب مثلا نوعية الحساب، لو كان مثلا في حسابات متنوعة شركة مثلا ويوزر عادي او هكذا. وبالنسبة للكاردز برضو نفس الكلام، احنا بنعمل زي ديزاين موحد كده للكاردز. لو مثلا بنعمل اي كوميرس ويب سايت بنعمل كاردز عادية جدا بنفس التصميم، والتغيير بيكون في الصورة بتاعة المنتج والتايتل بتاعه والديسكريبشن والاسعار، ولكن التمبلت نفسها او اللاي اوت نفسه واحد، والاماكن بتاعت الحاجه كلها هي ما بتختلفش خالص، ولكن اللي بيختلف هو المحتوى بتاع الكارت نفسه. لو احنا مثلا نفترض بنعمل اي كوميرس برودكت. الباجينيشن برضو نفس الكلام، بنستخدمه في سيناريوهات كتير وفي سكرينز كتير، برضو بيبقى لطيف جدا ان احنا نخليه حاجه كونسيستنت وديزاين واحد، ولكن مع الاختلافات البسيطه اللي احنا ممكن نغيرها على حسب مثلا عدد البيجز والكلام ده كله. طبعا الحاجات اللي انا معلم عليها دي هي الحاجات اللي احنا هنعملها في الفيديو. الفورمز والتوست مسجز هي دي الامثله اللي احنا هنشرح عليها الباترن لايبراري في الفيديو بتاعنا النهارده. والفيديو ان شاء الله مش هيكون طويل، يعني احنا هنحاول نختصر بقدر الامكان وفي نفس الوقت ندي بالتفاصيل اكتر حاجه ممكنه يعني. طيب اول حاجه معايا دلوقتي، تعالوا نعتبر ان احنا هنعمل لوجن فورم. تعالوا نعتبر مثلا ان احنا لينا اكتر من برودكت جوه الشركه، محتاجين ان احنا نعمل لوجن فورم. هنعملها حاجه موحده، ولكن طبعا كل برودكت ممكن مثلا نديله لون مختلف، انا بفترض معاكم يعني. ف يعني هنستخدم بعض الكومبوننتس اللي احنا استخدمناها قبل كده، يعني مثلا التكست فيلد دي التكست فيلدز اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديوهات بتاعه الكومبوننتس. والتشيك بوكس مثلا اللي هنا ده احنا اوريدي برضه عملناه مع بعض في الفيديوهات بتاعه الكومبوننتس. واللوجن، زرار اللوجن برضه نفس الكلام. والزراير اللي هي forget password وساين اب دي tertiary buttons كلهم. فيعني زي ما قلت لكم الكومبوننتس بنستخدمها وبنحطها مع بعض علشان نطلع بحاجة معينة هنعيد تكرارها او استخدامها في سيناريوهات مختلفة او لبرودكتس مختلفة. طيب
أنا دلوقتي عامل الdesign نفسه بتاع الlogin form دي. أنا مش بس باعمل الdesign، لأ، أنا باعمل الdesign وباحط كل الnotes أو كل الحاجات اللي أنا عايزها تتحط في الاعتبار، سواء للdeveloper اللي هيشتغل عليها أو لأي designer هيشتغل معايا أو هيشتغل بعديّا. فهي دي فايدة الpattern library اللي أنا باحطها بتفاصيل كتير جدًا، بحيث إن الناس تبقى فاهمة الbehavior والaccessibility والguidelines اللي إحنا ممكن إن إحنا نكون عايزين نوصّلها، ولكن مش هنعرف نوصّلها إلا عن طريق إن إحنا نحطها في شكل documentation زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فزي ما إحنا شايفين أنا طبعًا حاطط الmobile design كمان لسببٍ ما هنعرفه دلوقتي. آمم، إحنا مرقّمين الحاجات اللي إحنا هنعمل عليها التعليقات، يعني أنت مثلًا لو عندك تعليق على الجزء ده، ممكن تدّي له رقم زي ما إحنا عاملين كده مع بعض، علشان تحت هتكتب تفاصيل بقى الترقيم اللي أنت عامله ده. فإحنا عاملين الأرقام من 1 ل3 كده، وهنشوف مع بعض بقى إيه التفاصيل اللي إحنا محتاجين نوصّلها. طبعًا إحنا ممكن نحط أي notes أو أي حاجات محتاجين إن إحنا نوصّلها كمعلومة للي هيشتغل معانا أو هيشتغل بعدنا، وده هيفيد بشكل كبير جدًا إن الproduct لمّا يتعمل له development يطلع بنفس الشكل اللي إحنا عايزينه، ويوصل للuser بنفس الUX اللي إحنا بنصممها. فأنا مرقّم الأجزاء اللي هي مثلًا الtitle والsubtitle هنا، مرقّم الcheck box ده، مرقّم الزرار بتاع الlogin. تعالوا نشوف بقى ليه إحنا عملنا الأرقام دي. أول حاجة خالص الtitle، إحنا بنقول إن الtitle ده يبقى فيه brief صغير جدًا على الpurpose of the form. دي form مثلًا هتبقى الlogin، هنقول إن دي الlogin مثلًا، وبعد كده ممكن نبقى ندّي subtitle بسيط بيexplain أكتر شوية، يعني مثلًا يقول له please fill the form below to access your account. وطبعًا دي لو اتاخدت في أي form تانية برضه هتتعمل بنفس الأسلوب، هيبقى في title بسيط من كلمة واحدة أو كلمتين بالكتير، وsubtitle برضه بسيط جدًا، جملة بسيطة بتشرح إيه هي الform أو بتتكلم عن إيه أو إيه الpurpose بتاعها. طيب تاني علامة إحنا عاملينها على الcheck box. الcheck box إحنا عاملين له علامة ليه؟ هاقول لكم دلوقتي. إحنا لمّا عملنا الdesign بتاعنا بتاع الcheck box إحنا قُلنا إن هو هيبقى 48 بكسل في 48 بكسل، تمام؟ لو أنا خلّيت دي 48 بكسل في 48 بكسل دلوقتي، بُصّوا كده إيه اللي هيحصل. هنلاقي إن الalignment ما بقاش أحسن حاجة، يعني هنلاقي إن حوالين الicon نفسها اللي جوّه دي 20 في 20، تمام؟ اللي هي الbox نفسه يعني. فإحنا لقينا إن في زي padding اتحط، يعني نقدر نقول padding جوّه الcontainer ده وmargin بالنسبة للbox نفسه. اتحطت في اليمين. تعالوا نتكلم على الكونتينر نفسه، في padding جوه يمين وpadding جوه شمال. عمل ايه؟ خلى الكلمه تبعد اكتر، ودي مش مشكله قوي، احنا ممكن نقلل المسافه نخليها مثلا زيرو، الجاب بين مثلا البوكس نفسه والتكست اللي جنبه ممكن لو خليناها زيرو دي مش تفرق قوي، لكن اللي هيفرق معايا الالاينمنت نفسه من الشمال هنا. انا ممكن اكون مش عايز ان التكست بوكس بتاعي يبقى واخد المسافة دي كده، أنا عايزه يبقى aligned مع باقي الcontent بتاعي في الجزء ده. لو جبنا الruler بتاعتنا كده إحنا عايزينه إن هو يبقى aligned مع باقي الelements بتاعتي. فأنا بالتالي عملت إيه؟ خلّيت إن الcheck box بتاعي اللي في الdesign system بدل ما هو 48 في 48 لأ، أنا خلّيته 20 في 20. طيب هنقول مع بعض 20 في 20 دي للموبايل هتبقى سيئة جدًا، وطبعًا ده منطقي. يعني 48 في 48 زي ما جوجل قايلة إن هي يعني ألطف حاجة بالنسبة للtouch area مثلًا، أو المكان اللي الuser ممكن يلمس فيه الcheck box، بحيث إن هي تكون أسهل للuser إن هو يtap الحتة اللي فيها الcheck box ويعمل الinteraction على طول من غير ما يغلط فيه. فأنا هنا بما إني مش عايز الحتة بتاعة إن الalignment بتاع الbox يكون في gap كده على شماله، أو في مسافة فاضية على شماله ومش aligned مع الelements بتاعتي، فأنا ممكن إن أنا أرجّعه عادي 20 في 20 ما فيش مشكلة، وكده، كده الديسكتوب هي مش فارقة، هو بس بمجرد ما الuser ييجي عند الcheck box بتاعي ويكليك عليه دي هتبقى سهلة على الديسكتوب، ولكن على الموبايل هي اللي هتبقى صعبة. وأنا هاقول لكم دلوقتي أنا بقى هاقول إيه في الdocumentation بتاعي أو في الcomments علشان أتلاشى بقى حتة
ان اليوزر ما يعرفش ان هو يوصل بسهوله للتشيك بوكس او ياخد الاكشن على التشيك بوكس بسهوله. ممكن نشيل الرولر بتاعتنا ونشيل اليو اي خالص. طيب لو نزلنا على التشيك بوكسز هنقول ان في الديسكتوب check boxes should be sized at 20 by 20 زي ما احنا قلنا كده علشان تبقى aligned مع باقي الكونتنت بتاعي. وفي الموبايل users should be able to trigger the checkbox by tapping either the checkbox نفسه او التكست اللي جنبه. ودي انا جايبها من الماتيريال ديزاين accessibility guidelines نفسها. يعني احنا لو جينا هنا هنلاقي اهو بيقول في التشيك بوكس الاكسسبيليتي users should be able to select either the text label or the checkbox to select an option. يعني هو يا اما يدوس على التشيك بوكس نفسه او يدوس على التكست نفسه. ولكن بقى في الموبايل علشان نضمن ان السايز مش هيقل عن 48 باي 48 اللي هي جوجل برضو بيريكومندوا ان هي تبقى 48 باي 48 ومكتوبه هنا اهي. فانا عملت ايه بقى؟ خليت ان التشيك بوكس عادي 20 باي 20 ولكن الكونتينر نفسه بقى اللي هو فيه التشيك بوكس مع التكست ما يكونش في الهايت نفسه اقل من 48 لان هو كده كده الويدث هيكون لازم يبقى اكتر من 48. يعني احنا لو جينا قلنا مثلا ده 20 وده 8 يبقى كده 28. التكست اكيد هيبقى يعني عمره ما التكست هيبقى حرفين ثلاثه، يعني اكيد هيبقى التكست كلمه مثلا او كده، فاكيد هيبقى اكتر من 48. فاحنا نقول ان لا الهايت هو اللي ما يقلش عن 48 لان كده كده اللي تشيك مع التكست اللي جنبه هيكون اكتر من 48 او 48 يعني اقل حاجه يعني. فاحنا قلنا ان اليوزر should be able to trigger التشيك بوكس يا اما يدوس عليه يا اما يدوس على التكست اللي جنبه. وبرده اميك شور ان الكونتينر نفسه المينيمم هايت بتاعه يكون 48 بيكسل to enhance accessibility. وده اللي انا كاتبه في الجايد لاينز اللي موجوده على الفورم اللوجن فورم، وحاطط الموبايل ديزاين مخصوص علشان الجزء ده بالذات ان هو الحته بتاعه التشيك بوكس لما يكون جنبها التكست نتاكد ان هي عمرها ما هتكون اقل من 48 بيكسل عشان اليوزر يقدر ان هو يتاب التشيك بوكس بمنتهى السهوله ويوصل له بدون ادنى مشكله. ده بالنسبة للتشيك بوكسز. بالنسبة لرقم 3 بقى اللوجن او الاكشن بوتن نفسه يعني او الزرار نفسه، احنا قايلين ان الزرار نفسه لا ما تعملوش ديسيبل ده حتى لو اليوزر ما دخلش اي داتا. يعني الفورم زي ما هي كده انا مش هخلي الزرار ديسيبل ده، انا هخليه انيبل ده عادي. ولكن وقت ما يبقى فيه اليوزر بيتاب على الزرار لا يعني قول له بقى ان انت الايرورز اللي قدامه ان هو مثلا this field is required مثلا نطلع الايرور مسج زي ما عملنا في التكست فيلد بتاعنا. احنا طبعا عاملين حاله من الحالات بتاعه التكست فيلد اللي هي فيها الايرور هنا. فانا هشغل الايرور ستيت وساعتها هقول له، وطبعا ده ممكن اوضحه برضو في صوره مختلفه مثلا تحت اللي انا عامله ده. اقول مثلا ان لا this field is required او اقول سبب الايرور نفسه لو هو حاطط اوريدي داتا جوه الفيلد ولكن الداتا دي مختلفه او الداتا دي غلط. فانا ممكن بقى اقول له ان انت مثلا المفروض الفيلد ده يبقى ارقام بس، الفيلد ده مثلا ممكن يبقى لازم ايميل. يعني الحاجات بقى اللي هي ايه بتشرح لليوزر ايه المشكله وفي انهي فيلد بالظبط. وبرده دي حاجه ليها علاقه بالاكسسبيليتي، دي بتنهانس اليوزر اكسبيرينس. لو في حاجه غلط في الفورم فيلدز انت لا بتقول له ان الفيلد الفلاني ده وتعلم له عليه وبتعمل له علامه الايرور او الايرور ستيت اللي احنا عملنا لها الديزاين، وبتدي له في المسج اللي هي السبورتنج تكست اللي تحت دي بتقول له والله انت عملت كذا كذا غلط او اللي المفروض يبقى موجود في الفيلد ده كذا كذا كذا، ومثلا تدي له مثال. فبرضه كل ده انت ممكن تكتبه في يعني احنا ممكن نكتب حاجات كتير قوي في الجزء ده، انا بس يعني بديكم مثال وبقول لكم انتوا ممكن تعملوا الجزء ده ازاي وممكن تكتبوا فيه ايه. في حاجات لا حصر لها ممكن ان هي تتكتب في الفورمز مثلا. يعني لو جينا في الاتلاسيان مثلا، لو جينا في الفورمز بتاعتهم الاقي ان هم من ضمن الحاجات اللي هم حاطينها كمان جايد لاينز للسايز للويدث بتاع التكست فيلدز نفسها.
هم قايلين ان التكست فيلدز موجوده، ممكن تعملها على حسب سيناريوهاتك او على حسب السايزز او الكونتنت المتاح اللي انت عايز تستخدمه. عندك من اول 75 بكسل لحد 500 بكسل والحاجات اللي ما بينهم دي، ده اللي انت تقدر تستخدمه كلينث للفيلدز اللي انت ممكن تعملها في الديزاين بتاعك. فدي برضو حاجة لطيفة جدا، بتخليك عارف ايه المقاسات او الاحجام اللي انت ممكن تستخدمها في التكست فيلدز بتاعتك. وبرضو عاملين ال required fields لازم يبقى فيها الستار الحمراء دي، علشان دي حاجة أساسية لازم انت تدخلها، وحاجات من هذا القبيل يعني. فبرضو الاتلاسيان لو جينا عند الباترنز بتاعتهم هنلاقي حاجات ممتازة جدا هم عاملينها بصراحة، وتستاهل فعلا ان انتوا تبصوا عليها، وهتعلموا منها فعلا كتير قوي لو قعدتوا تقرأوا الحاجات اللي هم عاملينها في الباترنز بتاعتهم. حتى هم محددين كمان ان التايتلز بتاعت الفورم تبقى ب H2 مثلا هنا، والسب تايتل ممكن تبقى موجوده ليه، وهكذا. برضو حاطين جايد لاينز لطيفه جدا، انا عن نفسي اتعلمت منها بصراحه كتير قوي قوي قوي. فزي ما شفنا لما نيجي نعمل الفورمز بتاعتنا، ممكن ان احنا نعمل القصه دي. وبرضو لو حابين ان احنا نحط سبيسنج جايد لاينز برضو نكتب. يعني على فكره في ممكن ديفلوبرز يشتغلوا هم ما يعرفوش فيجما، هم ممكن ما يعرفوش يتعاملوا على فيجما، يطلعوا السبيسيفيكيشنز اللي انت عايز تطلعها، وليكن مثلا البادنجز، المارجنز، السبيسنج، الجابس، الكلام ده كله. فانت ممكن برضو لو حابب تعمل كده، ممكن تكتب السبيسنج، ممكن تعلم على المسافات بين الكونتينرز مثلا، ده جروب معين المسافه بينهم وبين بعض، وبين اللوجو والتايتل والسب تايتل ممكن تبقى 48 بكسل وما الى ذلك. وجوه الجروب ده نفسه ممكن تقول ان الجاب 16 بكسل، وهكذا. ده برضه هيبقى من الحاجات اللطيفة جدا اللي ممكن تساعد الديفلوبر مثلا ان هو يشتغل بمنتهى السهولة، لو هو ما عندوش خبرة ان هو يطلع الحاجات دي من تول زي فيجما. طيب تعالوا بقى نتكلم عن التوست مسجز. والتوست مسجز بمنتهى البساطة، يعني مثلا لو جينا خدنا السكسس مسج، مثلا لو انت جيت خدت اكشن على ابلكيشن او ويب ابلكيشن معين، التوست مسج مثلا بتاعت السكسس بتوريك ان خلاص الاكشن ده confirmed done خلاص. ممكن نضيف بعض البيهيفير جايد لاينز، مثلا نقول ان هي بتستمر العدد ثواني كذا مثلا، او نقول ان ممكن نضيف لها زرار علشان نشيلها، الاكس مثلا اللي هي على اليمين دي. ممكن مثلا نقول ان احنا نضيف زرار undo لو احنا في اكشن مثلا ممكن يبقى يسبب مشكلة مثلا لليوزر او كده، فممكن نحط undo علشان يقدر يرجع فيه طول ما التوست مسج موجودة قدامه. حاجات من هذا القبيل اللي انت ممكن تضيفها برضو للتوست مسجز. احنا في الاول خالص كده بنضيف الديزاينز نفسها، وبنقول ان الورنينج شكله كذا، والسكسس شكله كذا، والايرور شكله كذا. طبعا الورنينج دي بتبقى يعني الحاجه اللي هي مش كريتيكال قوي، يعني مثلا لو في حاجه هتكسباير مثلا، فانت ممكن تضيف الورنينج تكست مسج. الايرور دي يعني لو في مشكله، اي حاجه حصلت فيها ايرور بتطلع الايرور توست مسج وتقول ايه سبب المشكله. زي ما احنا شايفين كده في برضو جايد لاينز محطوطه، نقدر ان احنا نضيفها للتوست مسجز بتاعتنا في الباترن لايبرري. يعني مثلا visibility duration زي ما احنا قلنا، تقدر تحدد ان التوست مسجز should be displayed مثلا for maximum of 10 seconds. ممكن تقول مثلا ان احنا هنخليها ظاهرة لمدة 5 ثواني، يعني على حسب ما انت عايز. في الديسمسل برضو حتة ان انت تضيف الاكس دي او الزرار او كانسل او ايا كان زرار تقدر تدوس عليه، او حتى ان انت تدوس عليها هي نفسها، اول ما تدوس عليها تبتدي ان هي تختفي وما تظهرلكش تاني، لو هي مثلا ممكن تسبب disruption او تسبب ازعاج مثلا لليوزر او كده. فاحنا بنضيف حاجات ان هي تشيلها، بحيث ان اليوزر لو مش محتاج ان هو يشوفها، هو خلاص يعني عارف ان الاكشن بتاعه done، او ايا كان التوست مسج اللي هتظهر له هو مش محتاج ان هو يبص عليها. البوزيشننج بتاعها برضو دي من الحاجات المهمة جدا. لازم تحط في اعتبارك ان البوزيشننج هيكون في حتة اليوزر يقدر يشوفها بمنتهى السهولة. ساعات كده اللي هي بتبقى تحت على اليمين او فوق على اليمين، دي ساعات كده الناس ما بتعرفش تلقطها كده، بتاخدش بالها منها قوي. فانا بفضل بصراحه ان هي دايما تبقى في التوب سنتر، هي بتبقى واضحه قوي لما تبقى موجوده في التوب سنتر. وطبعا لازم يبقى كونتراست ريشيو عاليه، ولازم يبقى ليها اليفيشن كده وتبقى واضحه وظاهره دايما.
وممكن تضيف الاكسسبيليتي جايد لاينز ان طبعا كل التكست والانتراكتيف اليمنتس اللي جوه لازم تبقى ان كومبلاينس مع الويك ايج. والكونترست ريشيو زي ما اتكلمنا فيها كذا مره قبل كده على الاقل 4.5 to 1 علشان نقدر نتاكد ان الماجوريتي اوف يوزرز يعني هيقدروا ان هم ياكسسوا او يقروا المحتوى بتاع التوست مسج بمنتهى السهوله. وطبعا زي ما قلنا قبل كده في كذا فيديو ان اليوز كونتراست ده بلجن مفيد جدا ممكن نستخدمه بحيث ان هو يقدر يورينا الكونتراست ريشيو بتاعت اي ديزاين اليمنت موجود عندنا في فيجما، بحيث ان احنا نعرف ان الريشيو مش هتبقى اقل من ال 4.5 زي ما قلنا في الجايد لاينز بتاعتنا. في الباترن لايبرري بتاعتنا زي ما قلنا بنضيف الاليمنتس اللي احنا او التمبلتس او الديزاينز اللي احنا شايفين ان هي ممكن تستخدم اكتر من مره في سيناريوهات مختلفه، وبنضيف ليها الجايد لاينز اللي ليها علاقه زي ما قلنا بالبيهيفير، الاكسسبيليتي، السبيسنج. طبعا احنا بنبني الباترنز على قد ما احنا محتاجين جوه البروجكت بتاعنا، وزي ما قلنا قبل كده طبعا الديزاين سيستم بكل المحتويات بتاعته هي بتبقى حاجه بروجريسيف. طول ما احنا شغالين في البروجكت ممكن ان احنا نقعد نضيف للباترنز، نضيف للكومبوننتس، نضيف للفاونديشنز وهكذا. فبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع الباترن لايبرري، وطبعا كده احنا نكون خلصنا فيديوهات الديزاين سيستم والسلسله الكامله بتاعتنا. اتمنى ان انا اكون ضفت لكم في فيديوهات الديزاين سيستم معلومات جديده، واتمنى تكون الفيديوهات فعلا مفيده بالنسبه لكم. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. لو مش مشتركين في القناه وحابين ان انتوا تشوفوا فيديوهات اكتر عن اليو اكس او اليو اي ممكن تعملوا اشتراك في القناه. اتمنى فيديو الباترن لايبرري يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.